النادي الكتالوني بإدارة لابورتا وديكو على وجه التحديد كانوا جدا قاسين في تعاملهم مع تير شتيجن، جدا قاسين، وبالعكس صار في إجحاف كبير لتاريخ شتيجن مع النادي الكتالوني وتهميشه بطريقة جدا سيئة. اليوم بالطبع أعلن النادي الكتالوني أنه جدد مع شيزني لعام 2027. هذا يعني يشتغل خلاص انتهى موضوعك، حتى مجال أنك تنافس غارسيا لا يمكن، راح تكون الحارس الثالث، يعني ممكن بشكل كبير تكون برع التشكيلة. هذا التصرف جدا سيء لحارس حمى عرينك لعشرات السنوات الماضية، من 2013 وقع معاك إلى اليوم. بالعكس تنازل عن كثير أشياء، أجل رواتبه، أجل حتى أشياء المستحقات اللي كانت خاصة فيه. كابتن كان في يوم من الأيام، تتعامل معاه بهاي الطريقة؟ يعني بغض النظر أن مستواه نزل، كل حارس مستواه ينزل، كل حارس مستواه ينزل ويرتفع، وكلنا شفناه نحن اشتغل مع تشافي في الموسم الأول كيف قدم موسم عظيم. صحيح في الموسم الثاني كان تقريبا سيء، وبداية هذا الموسم قبل الإصابة ما كان واصل إلى ما يرغبه عشاق برشلونة، ولكن ممكن يرتفع مستواه. نزول مستواه اشتقن مثل ما نزل مستوى كل اللعيبة في برشلونة.